تعرف ليه بطلنا نتكلم باللغة المصرية القديمة؟ لو مش عارف كمل الفيديو للآخر. معاكم أنا رانيا موسى. الحقيقة إحنا فضلنا نتكلم بلغتنا القديمة عادي جدا لغاية ما جه حكم الرومان. طبعا مصر ضعفت والدولة كانت في أسوأ عهودها، واحتلونا فترة طويلة وكانوا بيعاملونا وحش جدا وكانوا بيتكلموا معانا بالروماني. فابتدى المصري القديم يتعلم روماني على مصري ويتكلم بلغته. ما هياش اللغة الهيروغليفية، اللغة الهيروغليفية لغة مكتوبة وليست منطوقة. وبعدين جه بعد كده الفتح الإسلامي لمصر، وكان إحدى الحكام في مرحلة ما صمم إن هو يخلي كل الشعب المصري يتكلم لغة عربية وإلا العقاب شديد. طبعا أجدادنا القدماء خافوا واضطروا إن هم يتكلموا باللغة الجديدة أو اللغة العربية، ونسيوا لغتهم. ومن هنا احنا ابتدينا ما نعرفش اللغه المصريه القديمه. لكن كانت في قريه اسمها الزينيه في الاقصر. القريه دي كانت واقفه ضد كل الكلام ده، وكانت محتفظه باللغة المصرية القديمة. حتى في الكنائس لغاية دلوقتي في الترانيم والأعياد بيتكلموا أو بيغنوا باللغة المصرية القديمة، لأن الفتح الإسلامي ما دخلش القرية دي. القرية دي في عهد البابا كيرلس الرابع جه ودخل وحاول ان هو يخليهم يتكلموا باليوناني على المصري القديم. رفضوا ووقفوا في حركة معروفة بحركة أريانا فنتي، وقالوا له لا. قال لهم طيب أشليل. أشليل يعني صلاة، لكن هي باللغه المصريه القديمه اشلال. فقالوا له وي بيقول اشليل، تريقه. ولغايه دلوقتي الصعايده لما يتريقوا على حاجه يقولوا وي او وه. طيب، هي ما اكتفتش بالدور ده، وكمان خلت كل اسره مسيحيه اللي هي قريه دلوقتي فيها مزيج من الاسره المسيحيه والمسلمه تخلي فرد عندها يعرف اللغه المصريه القديمه. هتلاقوا كلام كتير جدا احنا بنقوله وما كناش واخدين بالنا منه. زي ايه؟ زي فوطة بمعنى منشفة، زي قوطة طماطم، زي قبح وزي تاتا وكخ وعو. كلام كتير ما كناش عارفين. زي كان، زي كان يوماني. لو عايزين تعرفوا كلام اكتر من ده اكتبوا لي في التعليقات. خليكم فخورين باجدادكم، كانوا مؤمنين وموحدين. وفرعون موسى ما هوش رمسيس الثاني، والدليل بالقرآن الكريم، لان ربنا ذكر فيه ان هو خسف بيه الارض ومحى اثاره من على وش الدنيا. اثار فرعون غير رمسيس الثاني. فرعون اسم لقب ملك بدوي هكسوسي. تحياتي.